أهلا بكم من جديد. بعد قرارات الإبعاد التي طالت نجوما في اتحاد جدة يتقدمهم محمد نور، فتحت ملفات مغلقة من الماضي. هل كان نور سببا دائما في إقالات المدربين الذين مروا على هذا الفريق العريق؟ عبد الله الدرويش استرجع التاريخ. علاقة اتحاد جدة مع قائد فريقها محمد نور كتبت إدارة محمد الفايز نهايتها تماما مساء الاثنين، بعد أن مضى النجم الأسمر في تفاصيلها وذاق مر وحلو أصفر الغربية طيلة 20 عاما مضت، متدرجا بين فئاته العمرية. محمد نور القوة العاشرة كما أحبت جماهير العميد تسميته، إلى جانب راب لا عد لها، لطالما لاحقته الشائعات في إبعاد مدربي الاتحاد على اختلاف قوتهم الشخصية والفنية. مسلسل الشائعات انطلق مع المدرب البوسني وحيد خليلوفيتش في 2006. كانت الشرارة حين فرض المدرب البوسني التدريبات الصباحية، أمر رفضه نور حسب الأنباء الرائجة آنذاك، إلى جانب رفض القائد الاتحادي مساواته بمجموعة اللاعبين، أمر ألقى بظله على مصفر آسيويا ووضح جليا مع رباعية الكرامة السوري التي اقتلعت خليلوفيتش عن الاتحاد. الضحية الثانية من ضحايا نور المزعومين كان المدرب الذي خلف البلجيكي ديمتري في 2007، البرازيلي اللامع خوسيه كاندينيو. المدرب البرازيلي نجح في حضوره الثاني مع فرقة الاتحاد في تحقيق الصدارة، لكنه استقال من تدريب العميد بحجة مرض ابنته. شائعات رحيل البرازيلي ربطت باعتراض نور على طريقة كاندينو في التدريبات. أبو نوران صنع لنفسه مكانة جيدة عند الأرجنتيني كالديرون، لكن علاقة الكابتن مع رئيس النادي خالد المرزوقي لم تصل حد رضا قائد العميد، وخصوصا حين ألمح نور إلى أن الرئيس الطبيب سبب في أن لا يدخل سباق أفضل لاعب آسيوي، أمر وصل إلى مستوى الفريق مع كالديرون للضغط على المرزوقي. بعد ذلك رحل كالديرون من العميد ولحقه الدكتور المرزوقي. البرتغالي مانويل جوزيه قصته مع محمد نور لها فصول عديدة، أولها حين رفض البرتغالي أن ينضم نور لمعسكر الفريق الخارجي لأن قائد العميد لم يتدرب صباحا ولم يكشف طبيا. الفصل الثاني بعد أن عاد اتحاد جوزيه من البرتغال وبدأ بشكل جيد في الدوري، 7 انتصارات متتالية دون نور. بعد عودة الكابتن إلى الفريق أمطرت التعادلات على الفريق، وراجت أنباء أن نور كان مساهما في تراجع المستوى الأصفر حتى طار جوزيه وبقي نور. برتغالي آخر التحق بقائمة ضحايا نور المزعومين، توني أوليفيرا، قدم بديلا عن جوزيه. اتهمه نور حسب الأخبار آنذاك بمجاملة مواطنيه جورج وأسيس بعد مباراة آسيوية في 2011. قال عنه قائد الاتحاد أن أوليفيرا يخبص فنيا. لم يمضي أيام على حديث أبو نوران حتى طار أوليفيرا. آخر الضحايا في مسلسل الشائعات أوروبي من أسبانيا، الإسباني راؤول كانيدا، قال إن هناك سرطانا في الفريق. وفي حديث لصحيفة إسبانية ألمح كانيدا إلى 3 لا رابع لهم يعرقلون التجديد في الصفوف، وربطت الشائعات بين حديث كانيدا ولقطة رفض المصافحة بين المدرب السابق ونور بأن القائد الأخير للعميد هو مقصد كانيدا. عبد الله الدرويش، العربية.